كونيتشوا، ازيكم يا اصحاب؟ اهلا بيكم في فيديو جديد. معاكم ميكو تشان. النهارده في الفيديو ده احنا مش هنعمل حاجة جديدة او مش هنعلمكم حاجة جديدة، ولكن احنا هنحاول نجاوب على بعض الاسئلة اللي كنتم قلتوها لينا في البوست اللي كنا نشرناه على المنتدى تقريبا من 10 ايام. كنت قلت ليكم ساعتها ان احنا ممكن نعمل بث مباشر اخرج فيه ان احنا نجاوب على بعض الاسئلة اللي انتوا عايزيني ان انا اجاوب عليها، ولكن مع الأسف الشديد البث المباشر كان صعب شوية بالنسبة لي، لأن أنا لسه ببدأ المحتوى وبصراحة مش عارفة ازاي اني اعمل بث مباشر. فقابلني كذا مشكلة، منها سرعة النت، وكمان مش عارفة اتعامل مع برنامج البث المباشر اللي هو ال OBS، وكمان الميكروفون الصوت بتاعه بيعطي وش صعب قوي في البث المباشر. اسباب كتيرة خلتني مش قادرة ان انا اظبط في البث قوي. ففي الفيديو العادي انا بعرف ان انا امنتج واحسن الصوت شوية نوعا ما عشان يكون مقبول للسماع، ولكن البث كان صعب جدا. ففي الفيديو ده هنعمله عشان ان احنا نجاوب على الاسئلة اللي انتوا طلبتوها مني. هي معظمها اسئلة بسيطة، يعني توقعت ان تكونوا محتاجين حاجة بخصوص محتوى الفيديو بالتحديد، ولكن لا بأس، خلينا معاكم ونحاول ان احنا نجاوب عليها. اول سؤال معانا جايلنا من هيرومي تشان. هيرومي تشان اول سؤال عنها بتقول لونك المفضل ايه؟ لوني المفضل واتاشي نو إيتشيبان إيرو وا أكا ديسو. واتاشي نو إيتشيبان إيرو وا أكا ديسو. لوني المفضل هو الأحمر، أكيد زي شخصية ميكو تشان. بحب متابعيني، طبعا بحبهم. لو ما كنتش بحبهم ما كنتش هعمل لهم فيديوهات كل مرة، على الرغم من شغالي والبي لهم طلباتهم اللي هم محتاجينهم وارد عليهم وما اتاخرش عليهم. السؤال التالت ليها، لو ما كانش محتواكي كده تحبي ان يكون ايه؟ انا بحب محتوى الشروحات قوي، يعني يمكن انا مش قد كده في الجيمنج بصراحة، بس انا بحب محتوى الشروحات جدا، وان اعلم حد غيري حاجة تانية انا بعرف اعملها. فانا اتعلمت شوية في مجال اليوتيوب وحبيت ان انا اعلمكم المجال ده. فبصراحة لو رجع بيا الزمن تاني هعلمكم برضو مجال اليوتيوب، وكمان ممكن اعلمكم اللغة اليابانية لان برضو دي حاجة انا بحبها. فلو انتم مكملين معايا في الفيديو لحد هنا وحابين ان احنا نتعلم اللغة اليابانية زي مقتطفات مع بعض من الحاجات اللي بنشوفها في الانمي، قولولنا في الكومنتات. لو كده بجد نحاول ان احنا نعمل فيديوهات ونشوف تفاعلكم عليها هيكون ازاي. السؤال اللي بعد كده جايلي من لولو تشان. طبعا لولو تشان دي ما شاء الله انتي من اكبر متابعيني، وانا متابعاكي من زمان جدا وعارفة القناة بتاعتك على اليوتيوب، فتسلمي حقيقي جدا لانك مش بتفوتي فيديو الا وبتتفرجي عليه. اول سؤال للولو بتقول عايزة تطبيق يحرك الفم لشخصيات ال 3D ولكن يكون للهاتف. بصراحة انا ما تعاملتش للتطبيق يحرك شخصيات 3D على الهاتف ولقيته ان هو يمشي، لان انا موبايلي ضعيف شوية، فمعظم التطبيقات مش بتظهر لي على الستور. مش عارفة اذا كان في ينفع للموبايل ولا لأ 3D. انا عارفة بس برنامج فيرويد موبايل ده اللي احنا كنا بنستخدمه عشان نعمل الكاركتر بتاعتنا، لكن مفيش فيه تحريك فم. احنا ما كنا بنستخدمه زي لعبة جاتشا كده، ان احنا نحاول ان احنا نعمل بيه السيناريو بتاعنا، وكذلك بنصمم بيه الكاركتر بتاعتنا عشان بقى نحطها في ابلكيشن تاني يقبل ان هو يحرك شخصيات 3D. زي ايه مثلا؟ اللي هو الفي ماجيك ميرور، بس للاسف ده للبي سي. فبصراحة انا مش عارفة ابلكيشن خاص بال 3D للموبايل نهائيا. فلو انت عندك بي سي يفضل حقيقي 3D عليه، لو مش عندك بي سي يفضل انك تتعاملي مع شخصية ال 2D لانها انسب حاجة للموبايل، اللي هو برنامج فيتيوب ستوديو. طبعا ده اشهر حاجة بالنسبة لنا للموبايل واكترها سلاسة في التعامل وللموبايلات الضعيفة. لكن اوعدك انا لو لقيت في المستقبل ابلكيشن على الموبايل يحرك فم شخصيات 3D هعملك فيديو عنه، انا مش هنساكي ابدا يا لولو.
السؤال اللي بعد كده اللولو بتقول ممكن تلاقي تطبيق يخلي هاتفي ويب كام غير اي في كام. احنا كنا اتكلمنا قبل كده في الفيديو ده عن ان احنا مش محتاجين كاميرا ويب للبي سي بتاعنا عشان شخصية اليوتيوب تشوفنا. فهي لولو بتسأل في تطبيق تاني ممكن نحول بيه الموبايل بتاعي لكاميرا ويب على البي سي غير الابليكيشن اللي كنا اتكلمنا عليه اللي هو الاي في كام. يا لولو في ابلكيشن تانية كتيرة جدا، ولكن احنا بنقول ان افضلهم اي في كام لانه متوفر على الموبايل ومتوفر على البي سي كذلك، وكمان خفيف، مساحته خفيفة جدا والتعامل معاه سهل اقصى ما يكون. كمان اي في كام في ميزة معينة وهي انه مجاني، يعني معظم التطبيقات التانية اللي بتبقى متاحة على الموبايل ومتاحة على البي سي بيبقى متاح ليكي تجربيها مثلا لفترة معينة وبعديها خلاص ما عادش يقدر ان هو يشتغل معاكي، عايزك اني تشتريه. لكن اي في كام مجاني معاكي مدى الحياة، يعني تقدري تشتغلي بيه دايما، فعشان كده انا فضلته لانه هيستمر معاكي على طول. انا عارفة ان ابلكيشن اي في كام مش شغال معاكي، ولكن اوعدك هعملك فيديو عن بتطبيق تاني ينفع للاتنين، بس للاسف هو هيكون مجاني لفترة معينة زي ما تكون شهر كده استخدام، وبعد كده هيرجع بفلوس. وبس بحبك متابعتك من الاردن، تسلمي لي جدا يا لولو، تسلمي لكل اهل الاردن اللي من الاردن وبيتابعني حاليا يعلق لنا في الكومنتات. تسلموا لي جميعا وتسلمي لمشاركتك يا لولو. السؤال اللي بعد كده جاي من هاناكو سوزوكي. هاناكو تشان بتقول ايش تحبي تاكلي تشربي لعبتك المفضلة مادتك المفضلة. ويت يا هاناكو، ايه كل الاسئلة دي؟ خلينا نجاوب واحدة واحدة. ايش تحبي تاكلي؟ كلنا بنحب الاندومي طبعا، يعني احنا عايشين عليها. تشربي؟ بنحب كل العصاير، مفيش مشكلة، أهمها المية طبعا لأن الصيف لسه مش عايز يمشي. لعبتك المفضلة؟ أنا من أكتر ألعابي المفضلة الألعاب اللي ليها علاقة بالحاجات السرعة أو اللي ليها علاقة بالبديهية السريعة. على الموبايل كنت بلعب بيانو تايلز، لو انتي تعرفيها، اللي هي بتعتمد على الضغط على الحاجات بسرعة مع الموسيقى وهي شغالة. بصراحة انا بحب الحاجات اللي بتحطيني تحت ضغط وستريس، واللي هو ايه لازم اعملها بسرعة قبل وقت معين وكده. بحب نوعية الالعاب دي، مش بحب حاجات الار بي جي قوي الخاصة بالالعاب اللي بيبقى فيها ضرب زي بابجي والحاجات دي، بحس نفسي مش فيها قوي، ولكن ايه بنحاول ان احنا نجربها عشان جايز نحبها او جايز اني اتأقلم معاها. مادتي المفضلة هو بصراحة يا هناكو تشان أنا خلصت دراسة، فأنا ما عادش عندي مادة مفضلة ومش عايزة أرجع تاني للمدرسة. شكرا لسؤالك يا هناكو. لو خبرتك يوم ما نسوي تعاون ونلعب سوا تقبلي أو ترفضي؟ بالتأكيد أقبل يا هاناكو تشان، ولكن اعطينا فرصة لما نوصل على الأقل ل1000 مشترك عشان نقدر نقف على رجلينا كده ونبقى ضامنين إن التعاون هيجيب ناتج بإذن الله، ونعتبرها إنها اتفاق معلق إلى حين وصولي للهدف اللي أنا عايزة أوصله من القناة. تسلمي جدا يا هاناكو تشان. طبعا هاناكو متابعانا من زمان جدا وهي رسامة جامدة جدا جدا، يعني فيوم ما هنعمل تعاون يا هناكو تصدقي ان احنا هنعمل حاجة جامدة فعلا. انت موهبتك في الرسم وانا موهبتي في المونتاج والتصميم، ونعمل حاجة سوا نعتبرها معلقة الى حين وصولنا ل1000 مشترك بإذن الله. تسلمي يا هناكو. السؤال اللي بعد كده جاي من ميتشيو جوست. انتي رسامة اعتقد يا ميتشيو، او اعتقد يعني اتمنى ان اكون نطقت اسمك صح. باللغة اليابانية بنسميه ميتشيو، اعتقد ده اسمك، يعني لو مش كده صح قولي لي ان انا اصحح النطق تاني. انتي رسامة وانا شفت القناة بتاعتك ودخلت عليها كتير كذا مرة. انتي مستواك كويس جدا في الرسم وانا سعيدة بيكي حقيقي، وتسلمي لتعليقك الجميل اللي زيك ده. مين شجعك تفتحي القناة العسل دي؟ انت يا ميتشيو. انا ما كنتش هستمر ولا هكمل لولاكي ولولا الناس الجميلة اللي بتشجعنا. انا قلت اجرب اول فيديو كده نجربه نشوفه محتوى اليوتيوب، ولقينا الامور ماشية تمام والناس طلبت فيديوهات تانية، فلولاكوا ما كنتش هتشجع ان انا اكمل في القناة واكمل الشروحات دي. فتسلمي لي حقيقي وتسلمي لتعليقك يا جميل.
السؤال اللي بعد كده والأخير هناخد مكملة في الأسئلة. كم عمرك؟ إيش هو اسمك؟ من وين؟ خلي كل الحاجات دي مفاجأة ما عدا من وين دي، فتقريبا واضحة من لهجة صوتي تقريبا يعني أنا من مصر، فاللهجة العامية دي أعتقد دايما إن هي معروفة من أي مصدر. لكن بالنسبة للعمر وبالنسبة للاسم فخمنيها. يعني أنا اسمي الحقيقي تقريبا ظهر في بعض الفيديوهات لما كنت مسجلها كده، فالشاطر اللي يعرف يلقطه منها. بالنسبة لعمري مش هتصدقي فعلا، فاديني عمري يا هناكو لو انتي لسه مستمرية معايا في الفيديو لحد النقطة دي. تعتقدي انا قلتلك معلومة قدام ان انا خلصت دراسة، فتعطيني كام سنة؟ بمعنى اصح الناس بتخلص دراسة عند عمر قد ايه؟ طب توقعي كده، توقعوا معايا اللي هيجيب العمر الصحيح هديله جايزة حلوة حقيقي، يا اما شخصية فيتيوب تصميمي يا اما حاجة تانية هتحبوها، لان ان شاء الله في بروجكت هنطلع بيه جديد في القناة هيعجب ناس كتير. تسلمي لي جدا يا هناكو، واتمنى تخمني العمر الصحيح. دي معظم الاسئلة اللي كانت جات لنا في القناة واللي كنا هنعمل عنها بث مباشر، واكيد كنا هنتكلم في حاجات تانية اكتر من كده، ولكن انا حقيقي مش عارفة اني اتحكم على الاقل في الجودة بتاعت الصوت ازاي. لو حد يعرف ازاي اني احسن المايك بتاعي يا ريت ان هو يقولي. المايك بيطلع فيه صوت وش جامد قوي، فانا مش عارفة اني اتحكم في الوش ده في OBS. انا بسجل مع البث المباشر وهو شغال، بس وش رهيب قوي مش قادرة ان انا اتحكم فيه. فلو على الاقل المشكلة دي اتحلت او حد قال لي ازاي احلها، على الاقل ممكن نطلع بث مباشر معاكم بسهولة. يعني بغض النظر عن النت ده ممكن نحسن. لو وصلت معايا لنهاية الفيديو هنا تسلم لي جدا حقيقي، ونتقابل في فيديو جديد. مع السلامة، كنت معاكم ميكو تشان.